السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في فيديو جديد وقواعد نطق هامة جدا. بصوا يا جماعة، النهاردة هنتكلم على الحاجات اللي بتنطق شين في اللغة الإنجليزية. معظمها عندي مثلا الاس يو دي بتنطق شين. طبعا هو لو طبعا لو ما جاش قبلها حرف متحرك فبتنطق شين، لان الاس يو لو جه معاها حرف متحرك بتنطق جي، وده هيكون موضوعنا ان شاء الله الحلقه الجايه او الدرس الجاي باذن الله. يبقى هنا الاس يو هتنطق شين زي كلمه شوجر يعني سكر، مش هنقول سوجر غلط، شوجر. شور يعني اكيد. الاس اتش طبعا كلكم او معظمكم عارفين ان هي بتنطق شين زي كلمه شورت. شورت يعني قصير، شورت يعني ايه؟ قصير. شوب، شوب يعني محل. فريش، فريش يعني طازج. سماش، سماش يعني يتحطم. عندي السي اتش هنا مش هتنطق تش، تش، ت وشين مع بعض مش شين بس، زي كلمة child. child يعني طفل. change، change يعني يغير. charge، charge يعني يشحن. chair، chair يعني كرسي. عندي بقى الاربع حروف دول مع بعض يا جماعة ما بنطقش كل حرف لوحده، يعني التي والاي والاو والان كده بتبقى باكج واحد مع بعض، مجموعة واحدة مع بعض بتنطق شن، شين ونون. يعني مالكش علاقة بالتي، يعني مش هتنطق التي، يبقى دول كده مع بعض شن. ودي بتبقى بتيجي في نهاية الكلمة، بتيجي في نهاية الكلمة زي كلمة ستيشن، ستيشن اللي هي المحطة. education، education يعني التعليم. تمام. relation. ودايما يا جماعة برضو الناس اللي لسه في بداية التعليم القراءة أو النطق، حاول بقدر الإمكان في كلمة من مقطع بنطقها على مرة واحدة، في كلمة من مقطعين بنطقها على مرتين، وفي 3 وفي أكتر من مقطع. فهنا أخدها على كذا مقطع. relation، relation يعني علاقة. ها. option، option يعني اختيار. ولاحظ هنا ان انا ما جبتش سيره التي، ما اتنطقتش، لان هما زي ما قلت لك هما مجموعه مع بعض بتنطق شن. برضو عندي التي اي اي والتي اي اي بتنطق برضو شين، زي في كلمه ايه؟ ايجيبشن. طبعا كلكم عارفينها، احنا مصريين، ايجيبشن يعني مصر، لكن ايجيبت اللي هي مصر نفسها. وادي التي اي اي برضه هنا هتنطق شين، التي اي اي هنا هتنطق شين. زي كلمة بيشنت، بيشنت اللي هي معناها تيجي بمعنى مريض وتيجي بمعنى صبور. عندي الدبل اس اس، الدبل اس اللي هو 2 اس اي او ان، التركيبة دي على بعض يا جماعة بتنطق شن. بتنطق ايه؟ زي كلمة ميشن، كلمة ميشن. ها. وكلمة ايه؟ بوسيشن، بوسيشن اللي هي معناها ايه؟ حيازة. ميشن، ميشن يعني ايه؟ مهمة. ده كان موضوعنا النهاردة يا جماعة في بعض قواعد النطق المهمة، ودي هتفيدك كتير جدا في النطق. ويا ريت ان شاء الله لو كان الفيديو استفدت منه، يا ريت تشترك في القناة وتدعمنا بسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل فيديوهات. خلي بالكم هو ده ده الجزء الاول من القواعد النطق اللي هي فيها حاجات، بعض الحاجات الغريبة اللي انت اول مرة تسمعها زي الاس يو وزي التي اي اي والتي اي اي، ها، والدبل اس اي او ان. الحاجات دي يا جماعة في ناس كتير ما بتنطقهاش، بتنطقها بنفس الحروف بتاعتها. واشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقة جديدة ودرس جديد في الفونكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.